اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده احنا قلنا قررنا كده ان احنا نسافر مطروح. آم، تغيير جو، رغم ان كان الجو هناك ما كانش حلو بسبب اللي حصل لاحداث ليبيا. ربنا يا رب يصبرهم على الابتلاء دوت. وكانت الناس كتير خايفة، وبعد ما احنا كنا حددنا الرحلة بقالنا فترة وكل حاجة، فكنا مترددين ان احنا نروح او ما نروحش، فتوكلنا على الله قلنا نروحهم. طبعا مطروح اتأثرت شوية بتغير في الجو في الأيام بتاعة الإعصار بتاع ليبيا والتأثير بتاعها على الجو وكده، فتأثر. وبعض المصيفين مشيت، وبعض المصيفين لغت الرحلة، وبعض المصيفين ما لحقوش اصلا يعملوا اي حاجة، فاضطريت ان انا اتوكل على الله كده ونروحوا. وبصراحة كان بداية ان الجو كان حلو، ما كانش فيه اي حاجة مقلقة. وطبعا هنا ركبنا الأتوبيس، وهي كانت شركة سياحية، شركة الأراضي المقدسة للسياحة، شركة سياحة عامة، حج وعمرة ومصايف ورحلات عامة يعني. فكانت شركة بدايتها ان هي موفقة. الأتوبيس جه خدنا وركبناه، أتوبيس مكيف ونظيف وكل حاجة. وابتدينا ان احنا نحط حاجتنا وخلاص، ابتدينا ان احنا نطلع لمطروح. طبعا معلش هنا الصورة كانت اغمقت شوية. طبعا المسافة بين اسكندرية ومطروح بالأتوبيس لو كان ماشي دايركت ومفيش أي عطلات ولا أي حاجة، فكانت المسافة يعني حوالي 4 ساعات. فالأربع ساعات دول هو قعدنا ريست واحد بس بين يعني يعني تعتبر ساعتين وريست وساعتين ايه، ووصلنا الحمد لله. يعني كل ساعتين ريست. هما كانوا 4 ساعات بس. و... والطريق كان كويس جدا، وكان الجو حلو جدا، مع ان كان بعد الاعصار حوالي ب3 ايام ولا حاجة. فكان ناس كتيرة كانت خايفة، وكنا احنا برضو قلقانين بنسبة 50% ان احنا نروح. فتوكلنا على الله، لان كل شيء بقدر، وقلنا ان شاء الله تبقى رحلة جميلة وموفقة. ده شكل الاتوبيس. وكان الاتوبيس للأسف نص الاتوبيس كان خايف يروح، فبالتالي ده كان في صالحنا ان الاتوبيس تقريبا كان مريح جدا جدا، لان كان في اماكن كتيرة فاضية. هنا خلاص قربنا على بوابة مطروح، وقربنا ان احنا نوصل. وكانت بداية ان احنا ماشيين فيها ان الجو كان حلو، فكنا مستنبئين خير يعني. اهي بوابة مطروح. فكان فاضل حاجات بسيطة جدا وان احنا نوصل. هنا اول ما الشركة وصلتنا لشاطئ رومل، وكانت المفاجأة الجامدة. هو الشاطئ الرومل دوت كان قريب جدا من العمارة اللي احنا، او من المكان اللي احنا ساكنين فيه. المفاجأة اللي احنا لقينا الشاطئ غريب الشكل، مليان ناس فظيعة. احنا كنا متوقعين ان من بعد العاصفة الناس خايفة والناس مترددة والناس مش هتروح والناس هترجع. في فعلا ناس، كل ده حصل مع ناس كتير، بس للأسف الناس كانت كتيرة جدا 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 في الشاطئ دوت. طبعا الشركة كانت عليها رسم دخول الشاطئ، هي خدت مننا بس معرفش دخول الشاطئ بكام، بس الكراسي والبراجولا او الكراسي والشمسية اللي انت هتقعدي عليها هي بس اللي بتدفعيها. فبالتالي احنا دفعنا 150 جنيه كراسي عشان والشمسية او البراجولا، على اساس ان احنا اخترنا مكان شوية بعيد عن الناس، علشان احنا رايحين للخصوصية اكتر. يعني سيبنا اسكندرية ورايحين لمطروح للخصوصية اكتر، رحنا لقينا اسكندرية مطروح اسكندرية التانية في الزحمة بتاعت البحر، رغم ان احنا شهر 9 وقلنا برضو الشهر ده هيبقى فاضي فيه، لكن للأسف ما كانش فاضي في رومل. بس المية طبعا معروف مية مطروح مية معدنية يعني، مية تحفة طبعا، مية جميلة جدا جدا جدا. بس هي كان عيب الشاطئ الايام دي ان هو كان زحمه. وهنا روحنا البيت بعد ما قضينا يوم، طبعا وانتوا عارفين يوم البحر مع الاولاد وكده. طلعنا بقى العماره، وده شكل الشارع من فوق، طبعا عشان انا كنت في الدور السادس. فكان شكل الشارع. وهناك طبعا كان في سيرك وملاهي، والمنطقه حيه جدا، اللي هي منطقه قدام شاطئ غرناطه. كانت كويسه جدا جدا. وشاطئ النخيل، يعني شاطئ غرناطه والنخيل قدامنا على طول، بس قريب مننا اللي هو شاطئ روميل. فالمنطقة دي كويس جدا جدا. عرفت من بعدها المنطقة ديت أسعار الشقق فيها في شهر 9
علشان هو اخر شهور السيزون او الصيف كانت من 400، والعمارة طبعا بأسانسير، والمكان حي جدا، وممكن ان انتي من غير شركة سياحة ومن غير اي حاجة ما ترتبطيش بحد تنزلي في شاطئ النخيل، في شاطئ غرناطة، في شاطئ رومل قريب جدا من المكان. فالشقة في اليوم في شهر 9 تعمل في المكان دوت من 400 350 450 حسب برضو. هناك عند نقابة التطبيقيين ونقابة المهنيين